في ناس بيبقى عندها بقى يعني تقييمات يعني زي ما بقول كده. اسالك بقى ايه اغرب المواقف او الاعتقادات اللي انت خدتها من المرضى عن المنظار؟ يعني في ناس فاكره ان المنظار الرحمي ده موضوع سهل مفيش فتح ولا اي حاجه، فاللي هي هتروح الدكتور عياده هيعملوا لها في العياده اصلا يعني لا بنج بقى ولا عمليه ولا اي حاجه. بس انا يعني انا بحكم معرفتي بيك وبدكاتره الناس عارف انها عمليه وبنج، فانا عايز يعني برضو نصحح مفاهيم او تقول لنا اغرب الحاجات اللي لقيت المرضى داخلين لك بيها عن المنظار يعني. طب بص، هو دايما ايه يقول لك ستات المصريين بيستحملوا كده، تيجي عند العمليات والدنيا بتصعب شويه. لا كل الناس موضوع العمليات ده يقول لك انا محدش يمد مشرط فيا. لا ابعدوا عني. بالظبط. لا بس احنا هنا بقى ما بنقولش مشرط، ده منظار بالظبط. فبيبقى عاملين له استيميشن قليل يعني ان هو ايه ده يا عم ده انا هطلع اروح الصبح اجي بعدها بربع ساعه. تمام. بص بقى، هو المنظار ده بيتقسم، بيقولوا عليه اللي هو المنظار ده بالانجلش يعني اسمه هيستروسكوبي. تمام. في عندنا حاجات، هو الهيستروسكوبي ده عموما بنقول عليه داي كيس سيرجري. فالداي كيس سيرجري دي كده دخول وطلوع في نفس اليوم. تمام. هو بقى في عندنا حاجه اسمها اوت بيشنت هيستروسكوبي، اللي هي ممكن تعمليها الست تعملها في العياده. تمام. خلاص، او تعملها في مكان مجهز، بس هتدخل فايقه وهتطلع فايقه. تمام. يعني بس هو الاجراء نفسه فيه بنج يعني؟ لا من غير بنج، بيتاخد مسكن بس، ماده الابيبروفين برضو احنا ما عندناش غير الماده دي. يعني هو بتاخد مسكن بس قبل العمليه وزن اور يعني ساعه واحده بس. طب يعني منظار رحمي اللي هو التشخيصي؟ التشخيصي. تمام. بس ممكن يتعمل باجراءات، يعني ممكن ادخل والبيشنت اوير خالص صاحيه لكل حاجه. تمام. تبقى واخده البروفين، تبقى هي متوقعه ان ممكن بس يبقى عندها كرامب، ممكن يحصل كرامبات بسيطه في البطن اثناء دخول المنظار. ولو البيشنت لو البيشنت ذات نفسه او العيانه يعني اشتكت او ادعت ان في الم شديد مش قادره تكمل، ستوب على طول، ما عندناش مشكله. تمام. لان وارد ان يحصل وجع جامد مع المنظار، مش كل الستات قدره تحملها واحده. بتختلف من بني ادم لبني ادم. بالظبط. تمام. بس فبنيجي موقفين ونضطر نعملها ببنك. تمام. بس ده بيبقى منظار رفيع جدا جدا. بندخل حاجه اسمها فاجينوسكوبي، يعني المهبل ذات نفسه يعني بيتملى ميه، فبنقدر نشوف عنق الرحم من غير ما نمسكه، كله نان تاتش تكنيك، مش بمسك حاجه. تمام. وبندخل من الفتحه بتاعت عنق الرحم من بره، وبندخل جوه لغايه ما نوصل لتجويف الرحم. تمام. اقدر اشيل زايده لحميه، اقدر اخد عينه، اقدر اعمل منظار تشخيصي يعني كمان يعني اعمل اجراء تشخيصي، واعمل يعني اعمل كانه دايجنوستيك، ولو في مشكله جوه اقدر اصلحها حتى من غير بنج. بيقول عليه سي اند تريت، هشوف واعالج. وده بالابيبروفين بس. بالابيبروفين بس. تمام. ممكن لو في اللوب بيبقى، انت عارف اللوب بيبقى شكله حرف تي وبعد كده نزل منه فتله. ايوه، في بعض الناس اللي بيقول لك اللوب هرب. ده مش هرب بقى، بيقولوا عليه ماسد ثريدز، يعني الفتله اللي احنا الدكتور وهو بيشد اللوب منها عشان يطلع بمنتهى السهوله، الفتله دي مش موجوده. اتقطعت، طلعت فوق. طلع فوق شويه. والدكتور فشل انه يجيب اللوب. تمام. ده ممكن يتعمل اوت بيشنت في العياده، دي كيس وهي صاحيه. وهي صاحيه. تمام. مده العمليه يعني مع الاكسبرت ممكن ما تكملش 30 ثانيه لدقيقه. عشان كده ما بنقولش عليها عمليه، بنقول عليه زي كشف يعني. حاجه ماينور او حاجه صغرى خالص. حاجه صغرى جدا. طب لا يعني معنى كده ان الحالات اللي بتاخد بنج بقى دي بقى لو اورام ليفيه او حاجه اكبر اولا خايفه. حتى يعني لو حاجه تافهه وهي خايفه. ما ده العيان بقى اللي بيحدد. العيان اللي بيحدد ذات نفسه، ده اللي بستخدم فيه البنج، ويكون بنج كلي. انا لسه عامل عمليه قريب او البيشنت يعني. تمام. العيانه بتتوجع جدا واختها ماسكه ايديها، كملي البنج بفلوس، الفلوس بتوجع اكتر كمان والله. كملي يعني كل ده عشان البنج. ايوه والله. يعني فيعني في المرحله دي من الوقت التقدير هيزعل. بس فعملت العمليه دي برضو ساعتها دي كانت زايده لحميه. زايده لحميه. زايده لحميه. تمام. يعني قرار البيت بس هي خلي بالك برضو الزايده اللحميه محتاجه اولا الدكتور يبقى سريع. تمام. او يعني الحمد لله ده متوفر، بس العيان برضو ان هو يبقى متعاون، ما يقعدش يتحرك في السرير. تمام. يساعدك. وده يتطلب انه يبقاش حاسس بالم، فلو حاسس بالم ما نكملش يعني. انا لا انصح بها اي حد حاسس بالم طبعا يعني. تمام. بس تمام يا دكتور احمد. بس فنرجع بقى لموضوع اللوب ده. بندخل 30 ثانيه بنكون اللوب طالع. تمام. ممكن تفضل واحده بيتحاول معاها مانوال ان هي تطلع اللوب ومش عارفه مثلا لمده ربع ساعه، قصاد عمليه مش عمليه، قصاد اجراء مدته 30 ثانيه بالمنظار يخلص على طول. تمام. ما بتاخدش وقت وفيري سيف.